هذا الفيديو ما راح تزيدوا تقتلوا حتى نحله، وراح تفهموا علاش انجلينا جولي وهاد الناس كامل تصوروا مع النحل بهذه الطريقه. الحكايه كامل بدات عند اينشتاين كي قال لنا بلي البشريه راح تنقرض 5 سنوات بعد انقراض النحل. النحل مهم لهذه الدرجه؟ لازم نعرفوا بلي النحل ماشي غير اللي يجيب لك العسل ولا اللي يقرصك، وانما كاين اكثر من 20,000 نوع من النحل في هذا العالم، والدور الاساسي تاعو هو التلقيح، ويعتبر الملقح الاول في الكره الارضيه. طبيعه الحال كاين طرق اخرى للتلقيح، بصح النحل هو الافضل والاسرع. مع الاسف هذا النحل بدا في الانقراض، حيث انه في امريكا نقصوا اكثر من 2 مليون نحله، وكيروح النحل معناتها ما كاش تلقيح النباتات. والا ما كاش تلقيح النباتات ما كاش ثمار، ما كاش خضر، ما كاش فواكه، ما كاش قهوه، وما كاش حتى السكر، وبالتالي الحيوانات ما يصيبوش واش ياكلوا، ويزيدوا هما تاني ينقرضوا. والحيوانات اللي راح تنقرض بعد انقراض النحل هي الابقار، اللي هي المصدر الاساسي للحليب والاجبان واللحوم. واذا انقرضوا الحيوانات احنا البشر ماش حنصيبوا واش ناكلوا، وبعدها يرتفعوا الاسعار، يصرى انهيار اقتصادي، ونوليو نتضربوا فيما بيناتنا، ونزيدوا احنا تاني ننقرضوا. هذا كامل على جال النحله اللي انت تقتلها في كل مره. المنظمات العالميه باش توعي الناس باهميه النحله راهم يديروا هذا النوع من الجلسات تاع التصوير باش يبينوا بلي هي كائنات لطيفه وما دير والو. نتوما المره الجايه كي تشوفوا نحله ما تقتلوهاش. وحابين تعرفوا واش يصرى لو كان ينقرضوا البشر من العالم؟ قولوا لي نديروها في الفيديو الجاي. ايا تشاو.